السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد في فيديو جديد عن الزمالكاوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وفيديو جديد بعنوان ماذا يحدث. الزمالك بيتعادل مع بتروجيت سلبيا 1-1 ضمن اطار منافسات الدوري المصري، دوري نايل 2024 2025. الزمالك بيخسر نقطتين مهمين جدا جدا في سباق الصدارة في اول لقاء للمدرب الجديد باسيرو. مدرب جديد باسيرو مدرب سي في تقيل جدا، مدرب محترم جدا، مدرب على مستوى عالي جدا، مدرب يعني انا ارفع قبعة لمن اشار اليه. لكن في اليمة التانية، شكرا جروس، شكرا جروس، يعني شكرا جروس على اللي انت قدمته، شكرا جروس على اللي انت كنت حاول قدمت معانا فترة ولا اروع. لكن القدر وجاي في وقت صعب مقدرش ان انت يتم التقدير ليك. وللاسف يعني انا ما بحبش ان يكون في مدرب تاني يجي الزمالك بعد فتره غياب بسبب الاسباب اللي حصلت مع جروس كده. لكن ما فيش زي العراب فريرة، ما فيش زي الراجل ده. الراجل ده مش هكرر تاني، ويعني الف تحيه وتقدير ليك. نرجع تاني، لكن ما تنسوش تدعوا لاخواتكم، ربنا ينصرهم وربنا يكرمكم ان شاء الله، واللي جاي احسن لكم ان شاء الله. لكن في الاخر ماذا يحدث داخل الزمالك؟ الزمالك بيتعادل قدام بتروجيت 1-1 الدوري المصري. مباراة سيئة جدا 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 جدا. ضاعت فرص بطريقة مجنونة، ضاعت نقاط، ويعني بداية ولا أسوأ، وكل حاجة للأسف في الضياع. لو اتكلمنا بصراحة كل حاجة للأسف في الضياع. لكن بغض النظر عن أي شيء، لو اتكلمنا بصراحة برضو بغض النظر عن أي شيء، البداية دي ملهاش إلا تقدير واحد، وملهاش إلا اعتراف بحاجة واحدة، إن الفترة دي فترة صعبة، فترة صعبة في كل شيء، من طرف اللعيبة ومن طرف الإدارة ومن طرف كل أطراف المعادلة. الطرف الوحيد اللي مش اللي عامل اللي عليه هو آه الجمهور هيعمل أكتر من كده. مش هنتكلم مش هتكلم ولا نزود، لكن الجمهور عمل اللي عليه وزيادة، وصل لدرجات عالية في كل حاجة. فبرضه بنتكلم في النقطة دي. حاولنا نزود ونقول ان لازم يكون في تقدير عالي جدا جدا جدا، يكون في كلام كتير جدا، ان ما ينفعش يتنوا اللي موجود هو الصح. لازم يحصل تغييرات كتيرة. ملف إدارة تجديد لعيبة ما اتعملش فيه حاجة لحد النهاردة، مع لعيبة كتيرة، أكتر من 7 لعيبة في الفرقة لازم يتجدد لهم، ولاعيبة مهمة جدا جدا جدا. ماشي، ده رقم واحد. رقم اتنين، المستحقات. ناس كتيرة بيشتكوا ان مفيش فلوس، بيقولك كل 6 شهور بنقبض. ده رقم اتنين. رقم تلاتة، تنظيم ملف الرياضات. مجلس الإدارة يا جماعة، احنا عايزين نتكلم بالراحة. لازم أن يكون في تنظيم كويس جدا جدا لجميع الملفات. ما هو انت ما تعمليش ملف صح وكل الملفات تعملها غلط، علشان خاطر كله يتراضى، المعادلة كلها تبقى موزونة. رقم أربعة، ملف الصفقات. النهارده انت بتخش اي ماركات وما بتجيبش ناس كويسة ولا ناس مناسبة ليك، فمين اللي يتحاسب بقى عن ده كله؟ يعني دي نقطة مهمة جدا. ماذا يحدث داخل القرعة البيضاء؟ النهارده انت عندك ماتش الجو قدام الاهلي يوم السبت الساعة 7. خلاص انا يعني بص، هندعم الفرقة وانا بقولك الزمالك اللي هيكسب. لكن بالمعطيات، ولا بقول بالعاطفة، ما بقولش بالمعطيات. بالمعطيات وبالنتائج وبالاداء انت عمرك ما تكسب، وهتبقى نتيجة ساحقة ماحقة لو انت بحصل النهارده. طب بالصح بقى، بالصح المفروض التغيير، المفروض التركيز، المفروض اللي احنا ندرك احنا داخلين على مرحلة ايه، داخلين على وقت هنقابل مين، هنعمل ايه. وقت مفترق طرق قوي جدا. كونفدرالية، الدوري المصري، هتعمل ايه في الدوري المصري؟ هل انت عايز تاخد الدوري ولا مش عايزه؟ كاس مصر، اسهل كيس. الرابطة، كاس الرابطة، ده كله هتعمل فيه ايه؟ سؤال بيطرح نفسه. هل هناك تخطيط للي قادم ولا لا؟
مش عايز اتكلم كتير، انا جايب جاهز بسبب الكلام، لكن هنعمل حلقات وهنتكلم. لكن يا جماعة مجلس الإدارة، ماذا أنتم فاعلون؟ سكة ودغري، كل حاجة هتنسب ليكوا انتوا. الناس بقالكوا سنة اهو وشوية، يعني كمان فانتوا بتعملوا ايه؟ وربنا يسهل في اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم محمد، ربنا ينصر اخواتنا، ومع الف سلامة. شكرا لكل من اشترك.